نحن الحالمون وي ار ذا دريمر غنوها في افتتاح المونديال وطبقها الأسود في الميدان. من قال بأن شمس الأسود لن تشرق من المشرق فقد خاب ظنه، من لم يؤمن بقدرات جند من جنود الوطن فقد خاب أمله، من خرج في الشوارع بعد كل انتصار فرحا بالإعجاز الذي تجاوز الإنجاز، كما قال العنيد وليد ديروا النية ودرناها، قال أيضا غيروا العقلية غيرناها، قال لنحلم جميعا فدخلنا في سبات عميق مليء بأحلام وردية خطت هناك في الدوحة القطرية. قهر الأسد وصيف بطل العالم كرواتيا، ثم مر لصاحب المركز الثالث، ومن بعده كبح طموح كندا الجامح ليأتي الدور على الإسبان موطن برشلونة والريال، فكان رفاق بونو أسود تزأر في الميدان ليكتب أجمل عنوان في تاريخ المونديال: المغرب في الدور ربع النهائي. المغرب هناك رفقة الكبار يكتب التاريخ كما قلنا سابقا بأحرف من ماس وذهب وفضة، ومن أجل يمرابط والرفاق هناك في قطر وفي الخارج والوطن سنحتفل. أيها الأوفياء، نلتقي في حلقة جديدة في جزئها الثاني من برنامج ملف خاص، والأسود يواصلون وضع الكل هناك في قطر في خطر. باسمكم أرحب بضيوفي الكرام، ويحضر معي في الاستوديو كما كان عليه الحال في الجزء الأول مدرب المنتخب الوطني سابقا السيد حسن مومن. سي حسن أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا وهنيئا للشعب المغربي بهذا الإنجاز اللي هو في البداية ديالو إن شاء الله. إن شاء الله. كما يحضر معي نجم المنتخب الوطني سابقا ونادي مايوركا الإسباني حسن فاضل. أولا حسن كيف طال؟ الحمد لله. هذه فرحة من زعما ديال القرن هذه. الحمد لله الحمد لله. الانفعال يسيطر، هو الساكن والمقيم في القلوب والعقول. لماذا؟ لأننا اليوم الحمد لله حتى كجيل من الإعلاميين نعيش على وقع فرحة تاريخية غير مسبوقة. سي حسن، عشنا على الأعصاب في الجزء الأول، ولكن الحمد لله بونو كان في الموعد، بونو لم يخيب الظن وأسعدنا، ولا زلنا في المونديال نبحث عن كتابة التاريخ. هنيئا لنا، ولو أننا عشنا ضربات ترجيحية وإحنا في واحد القلق اللي هو كبير صراحة. صحيح. كنا نتلعثم في الكلام، ما كناش عرفنا بالضبط اش خصنا نقولوا شنو ما خصناش نقولوا، كيف تكون النهايه. كان املنا دعائنا كبير باش ان بونو يكون في نهاره، وكان في نهاره. خليني ناخذ الحمد لله. مبروك فراس، الف مبروك احمد عفيفي. الف مبروك للجميع. الحقيقه السعاده في الاستوديو هنا كانت طاغيه في وقت ضربات الترجيح. المغرب زي ما كان اول فريق عربي في التاريخ يوصل دور 16، واول فريق عربي في التاريخ يوصل دور الثمانيه. المغرب حتى الان بلا اي هدف في مرماه الا الهدف الاون جول. حتى في ضربات الترجيح لم تتلقى اي هدف. ياسين بونو حتى الان لم يتلقى اي هدف من اي نوع. الحقيقه زي ما انت قلت مش عارفين نبدا من وليد الركراكي ولا نبدا من خط الدفاع اللي النهارده، ولعيب زي نايف اكرت بيلعب وهو مصاب وبيتحامل على نفسه وهو مصاب، زي ما مزراوي قبله لعب وهو مصاب، او زي لعيب زي زياش اللي مطلوب منه الناحيه الفنيه لكن قدم دور دفاعي غير عادي النهارده ودور بدني كبير جدا، او حكيمي او سفيان مرابط ثم سفيان مرابط ثم سفيان مرابط وقبلهم وبعدهم سفيان مرابط. وناحي النهارده قدم جيم كبير جدا. صعب تقول اسم تنسى اسم. الحقيقه فريق عظيم 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 عظيم. يعني بغض النظر عن الكرة والفنيات والتكتكس هم دخلوا جوانا النهارده شعور ما حسناهوش من اول البطوله، ما حسناهوش من زمان باي فريق عربي. الحقيقه مفخره الثقه ان هناك منتخب واقف في الملعب امام اسبانيا وقادر في اي لحظه يفوز عليهم. مش سهل ابدا، مش سهل انك تلعب قدام فريق بيستحوذ طول الوقت ده وبيحاول يحركك عشان يلاقي مساحه. كل الاستحواذ الاسباني كان له هدف واحد بس: هات الكره اليمين هات الكره شمال، حرك الدفاع المغربي لغايه ما تظهر مساحه. ما ظهرتش المساحه. الفريق كله كان بيدافع بمرجعيه المساحه مش بمرجعيه الشخص. مهما اللعيبه غيروا اماكنهم المساحه كانت دايما مقفوله. اداء بطولي فرديا لكن اداء شديد التنظيم جماعيا. والحقيقه برضو ان الجمهور المغربي النهارده قدم اجواء في البطوله خرافيه خرافيه. احنا قاعدين سامعين الريتم واحد في التشجيع، قادرين نميز ايه اللي بيتقال، قادرين نميز. النهارده كان الماتش كانوا بيتلعب في كازابلانكا او في الرباط او في اي مكان من المغرب. مبروك مبروك مبروك، رغم ان كلمه مبروك تبدو رخيصه جدا امام الشعور العام في الوطن العربي، لكن ده اللي بنقدر نقوله او ده اللي وفرته لنا اللغه العربيه وهو كلمه مبروك.